السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا فيديو جديد، فيديو تحضيرات حفل ختان ولد اختي زينب زين. حفل الختان التحضيرات ديالو ان شاء الله غادي يبداو بالمشتريات وشنو شرينا باش نجهزوا ونحضروا البيفي ديالنا. اول حاجه غادي نبداو بها هما هاد الطريبشات هادو خديتهم باللون الاحمر وهما مطروزين الطرزه ديالهم بالدوغي باللون الذهبي. خديت هاد الطريبشات هادو باش نديرو فيهم لي دغاجي، خديتهم في اللون الاحمر كيف ما كتشوفوا. من بعد خدينا هاد المصاحف هادو هما خديتهم باللون الابيض ولكن الطرزه ديالهم حتى هي بالدوغي باش نبقى في التيم. وهنايا خديت هاد الساشيات هادو في اللون الاخضر اللي غادي نعمروا فيهم الحنه. خديت كذلك هاد الخميسات هادو اللي هما باللون الذهبي باش يجي الشكل ديالهم زوين ويبقاو في الطيم كما قلت لكم. هنايا خديت هاد الطيافر هادو، خديت 3 ديال الطيافر باحجام مختلفه والالوان كذلك مختلفه. هاد الطيافر هادو كيف ما كتشوفوا ديال النحاس، خديت 2 في الخضر وواحد في الاحمر. كذلك خديت هاد لي بالون هادو باش ينفخوهم الوليدات، خديت هما هي بثلاثه الالوان كيف ما كتشوفوا، الاحمر والخضر سميتو الذهبي. هنايا عندي لي دغاجيل اللي غادي نعمروا بهم هذوك الطريبشات. هنايا عندي هذا الريحان، خديت هنايا الريحان باش غادي نعمروهم في هذوك الطيافر. وخديت كذلك الحنه ورق. يا سلام شتت كلشي ماشي مشكله حتى نجمعهم من بعد. هنا كيف ما كتشوفوا ها هي الحنه ورق وراه مازال جديده. كلشي هادشي هذا راه مازال جديد والريحه ديالو ما شاء الله طالعه. هنايا خديت الورد حتى هوايا كيف ما كتشوفوا، هذا هو الورد اللي خدينا. دابا غادي ندوزو باش غادي نستفوا هادشي اللي خدينا ونحضروه. خديت هاد البلاطويات هادو خديتهم في اللون الابيض وخديت غير هادوك القبيطات ديالهم فهما في اللون الذهبي. صراحه عجبني اللون الابيض احسن من اي لون واحد اخر فخديتهم. استفنا هنايا المصاحف كيجيو على هاد الشكل هذا. ودابا غادي ندوزو نجيبو واحد البلاطو واحد اخر ونجيبو الطريبشات ديالنا، نحاول انني نحلهم كاملين ونستفوهم في هاد البلاطو من الاول عاد نبداو نعمروهم. هنا من بعد ما حليتهم غادي نبداو نعمروهم بهذوك لي دغاجي ديالنا. ممكن تعمروا باي حاجه نتوما كتفضلوها. هنا من بعد ما عمرتهم كاملين غادي نغطيهم ونخليهم. بصراحه جاوني قلالين فرجعت وزدت منهم، غادي تشوفوا في البيفي في الاخير بانني راه زدت العدد باش يجي الشكل ديالهم زوين. جاوني قلالين كيف ما كتشوفوا. هنا من بعد ما استفنا الطريبشات والمصاحف غادي ندوزو باش نجيبوا الحنه ونعمروا هذوك الساشيات ديالنا. هنايا جبت هاد الساشيات وغادي نعمرهم كاملين بهاد الحنه هذه. كيف ما كتشوفوا غادي نحاول نعمر هاد الساشي مزيان حتى ان الشكل ديالو يجي زوين وعامر، وباش ملي نجي نستفهم في البلاطو يجي يشدوا راسهم. كما كتشوفوا من بعد ما عمرتهم سديت لهم سميتو الفم ديالهم مزيان، وجبت هذوك الخميسات اللي غادي نزيرهم في الفم ديال هاد الساشي نخليه شويه طويل باش يجيني باين تجي باينه سميتو الخميسه في الساشي. هنايا نسدها مزيان، ها هو كتجي سميتو الساشيه او الكميميسه كتجي على هاد الشكل هذا. غادي نكمل الساشيات كاملين اللي عندي في التعمر وغنبداو دابا نستفو. من بعد ما كملتهم كاملين كما كتشوفوا دابا غادي نستفو هاد الكميميسات هادو كاملين في هاد البلاطو هذا وندوزو نحضروا الحاجه الاخرى اللي مازال تابعانا. هنايا البنات درت في هاد الطيافر هادو كيف ما كتشوفوا، واحد درت فيه الورد، واحد درت فيه الحنه درتو في هاد الكبير هذا، والاخر درت فيه سميتو ورق ديال الريحان.
هنايا غادي نبدا باش غادي نستف البيفي داكشي اللي تحضر غادي نستفو. راه مازال ما كملتش كلشي، ولكن غير الحوايج اللي هما كملوا غادي نحطهم. هاد سميتو هاد الطابله البنات راه البيرو ديال ولادي اللي كيقراو عليه. غطيته غير بواحد ليزر بيض، ودرت ليه هاد سميتو هاد لاناب هذا ديال اللي في الخضر باش يجيني الديكور زوين ويجي مع الطيم كامل اللي حنا دايرينه في هذا الحفل هذا. عندي هنايا هذاك الطيفور اللي استفت فيه تمر معمر. بالنسبه للبنات التمر معمر راه كاين الفيديو في القناه، غادي نخلي لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف وفي الار. كذلك استفتنا فيه سميتو نوغا والشوكولا. اختاريت شوكولا يكون لومبالاج ديالها في اللون الاحمر باش يجيني مع سميتو مع باقي الطيم. هنايا غادي نستف كيف ما كتشوفوا هذوك سميتو البلاطويات اللي صاوبنا. كاين واحد البلاطو هنايا اللي قدينا فيه اللبسه ديال السي العريس. هادو الطيافر اللي سميتو اللي حضرنا اللي درنا فيهم الريحان والورد والحنه. غادي نهضر لكم على هذيك الصينيه اللي حطيت تما كاينه. بصراحه كنت كنتمنى انني ندير العادات والتقاليد كيف ما همايا وندير الطبق. بصراحه كان سكون في مدينه سلا الجديده، بصراحه ما فيهاش الطبق، وقلبت حتى عييت وما لقيتوش، فاكتفيت بالصينيه ديال الفضه اللي قديتها بحال هكا. كاين سميتو غلفتها غير بالسلوفان وعمرت فيها الحنه، وجبت القالب ديال السكر حيت ليه لومبالاج ديالو، لويتو مزيان بالسلوفان، ودرت ليه في الراس ديالو الخميسه بحال اللي درنا في الساشيات ديال الحنه. جبت السواك والمكحلات ديال الكحل التقليديين، كلشي تقليدي ان شاء الله. فسميتو جبتها مسحتها مزيان وعمرناها بالكحل وحطيتها تما كاينه. كما قلت لكم راه مازال هنايا هاد سميتو هادشي اللي كتشوفوا راه مازال ما كملناش التحضيرات كاملين، ولكن بغيت نحط لكم شويه بشويه ونصور لكم باش تشوفوا. كما كتشوفوا هما البلاطويات اللي حضرنا. ها هي الصينيه. سميتو هنايا اللبسه ديال ماي العريس حتى هي قديتها غير في واحد البلاطو. سنيها هي يا بالحنه السواك والمكحله، راه مازال ما كملتش كلشي فيها الحطان المصحف. وهنايا غادي كملت كلشي وغادي تبداو تشوفوا من الاول. هنايا اللبسه ديال سي العريس الله يخلي لوالديه يا ربي الكريم. هنايا التمر والشوكولا والنوكا، واحد جوج ديال الشوكولا طارو الوليدات الصغار بطبيعه الحال ما يقدروش يتسناو، فما خداو الشوكولا ديالهم. هنايا البلاطويات اللي قديناهم اللي درنا فيهم المصاحف الحنه. هادو الطيافر اللي عمرناهم بالورد والريحان والحنه. هادو البلاطو اللي فيه طريبشات اللي فيهم لي دغاجي. هذه الحلوه اللي حضرنا راه محضره البنات في الدار، ما شرينا حتى شي حاجه، كلشي تحضر ان شاء الله في الدار. هنايا حلوه كلاصي وغلفتها بعجين الشوكولا. هنايا كما قلت لكم هذه اللبسه ديال ماي العريس، ها هي قدتها غير في واحد البلاطو خديته ذهبي. هنايا الصينيه اللي فيها الحنه السواك والكحل، تبصيل ديال الحنه والورد. وهنا 3 البيضات كتبت عليهم غير بالحنه. مبروك ختان زين. القالب ديال السكر والخميسه. المريشات راهم عامرين البنات بماء الزهر. المصحف حتى هويا واحد الطريجه فيها سميتو فيها النحاس، حتى هي حطيتها باش تجي تزين هذا البوفي هذا، كيجي على هذا الشكل هذا. ودابا غادي ندوزو الحلوه اللي حضرنا. هنا عندنا الحلوه ديال اللوز. بصراحه ما لقيتش شنو غادي ندير، فخديت غير الحلوه وطبعتها بالطابع ودرت ليها سميتو لي سوريز من الفوق في الاحمر باش يجي مع الالوان يشكل لي الالوان. هنا عندي السيد ديال الحلويات وهو الكعاب، درت الكعاب ديال اللوز منقوشين. وعندي هذا الكاج هذا اللي استفت فيه هاد الحلوه الصابلي، هذه كامله صابلي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لهاد الحلوه هذه البنات ان شاء الله وباذنه غادي تكون الفيديو ديالها مستقبلا في القناه ان شاء الله. نسالي المونتاج ديالو غادي نحطه في القناه. هذا هو البيفي اللي حنا حضرنا كيف ما كتشوفوا، بسيط وسهل، والمنظر ديالو كيجي على هذا الشكل هذا. هنايا هادو لي بالون نفخوهم الوليدات، ها هما كيف ما كتشوفوا كيجيو حتى هما كيزينوا الصراحه سميتو المكان، ولان الحفل ديال الوليدات
فهو كيجي على هذا الشكل هذا. وهذا هو البيفي ديالنا. دابا غادي نوريكم الجلسه اللي غنديروا العادات ان شاء الله والتقاليد في الفيديو المقبل، اللي من مور هذا غيكون فيديو العادات والتقاليد ان شاء الله. درنا الجلسه بالليزار ديال الفاتي والمخدات، هذه الطابله، الصينيه والبراد والكيسان كيف ما كتشوفوا غطيتهم بالغطاويد السواني حتى هما يد الفاسي في الخضر. هاد الغطاويه البنات راهم ديال الوالده ديالي وديال عرسها، وشوفوا ما شاء الله شحال مازال سميتو كيبانوا جدادين. الفيديو ديالنا البنات حد هنا كيسالي، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا خديتوا منه بعض الافكار اللي ينفعوكم، وكنقول لكم مع السلامه الى فيديو مقبل ان شاء الله.